يا قائد؟ قال له لا انا قائدها. رحت اعمل بحضر في الشرطه، قالوا عليا مجنون. قلت لهم السلام عليكم يا جدعان، انتوا مش رجاله؟ مش انتوا عاقلين وانا مجنون؟ قولوا قولوا مجنون. ماشي. رحت الاسم قلت لهم مين قائد ثوره 25 يناير؟ قالوا لي يا نفسي. قلت لهم انا وطالما قائد عمل ثوره يبقى لازم يبقى رئيس. ايوه يبقى لازم ايه؟ يبقى رئيس. ايوه. قالوا لي هو انت عاقل ولا مجنون؟ ايوه. قلت لهم رايبه المنون. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي يعني ايه رايبه المنون؟ قلت لهم مش هقول لكم. بس انا عايزين نعرف. لا مش هقول. مش هقول الا في التلفزيون. التلفزيون المصري اللي انا رحت اخشه. قالوا لي لا ممنوع الدخول. بس التلفزيون المصري ما كانش موافق على الثوره. اسمع يا برنس. ايوه. قالوا لي ممنوع الدخول. قلت لهم السلام عليكم ورايبه المنون. ايوه. قالوا لي يعني ايه رايبه المنون؟ قلت لهم مش هقول لكم برضه نفس الكلام. لما تخش التلفزيون. لا مش هقول. طب احنا اخوات كده وصلي على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكاد الذين يستفزونك لا يكادوا يصلونك بالبصر ويقولون لك لمجنون. قل انما هو ذكر وقرآن للعالمين. اسمي محمد حسين عباس واتصلت بمحمد مرسي قلت له عليا الطلاق بالثلاثه. اسمع انت ما تقعد في مصر سنه يا ابن المتنان. مين دوت؟ محمد مرسي. والسم محمد مرسي. والسم على السم محمد حسني مبارك. لا السيسي لا. لا السيسي لا. ايوه كده. السيسي ابن مره متناكد. من امه لما كانتش اتناكد ما كانتش جابت عبد الفتاح السيسي. ارجى الراجل جابته مصر. ارجى الراجل جابته مصر محمد عبد الفتاح السيسي. يا رب يستر. وخلي بالك. ايوه. انا كنت في ميدان الجيزه ببوس الامن المركزي وبقول لهم اوعوا تضربونا، احنا بننادي بحقنا وبحقكم. هل الزول اللي في القوات المسلحه بياخد مرتبك انت يا امين شرطه؟ قال لي لا. قلت له خلاص ما ضربناش لان احنا بنطالب حقنا وحقك. واللي مش هيجيب حقنا وحقك احنا هنضربه على حقه. مش تخلص الصوت. لا انا على فكره انا واعي لكلامي. واللي مش يجيب حقنا وحقك احنا هنضربه على حقه. لان اللي هو الزول اللي في القوات المسلحه، هل الامين الشرطه بتساوي زيه؟ لا طبعا. بتساوي زيه. هل العسكري اللي في الجيش بتساوي زي العسكري في الامن المركزي؟ لا. وعلى فكره انا عارف انا بقول ايه. واتحاسب عليه. بس بقول لك السيسي عايز يترشح للرئاسه. يترشح. ان كان حاكم عادل اهلا وسهلا. ان كان حاكم ظالم مش هيعدي عليه 6 شهور. صح. زي مرسي كده قعد سنه ومشي. صلى على النبي الهادي. انا لو حاكم تحكم مصر اول حاجه اعملها هعمل ايه؟ يقول هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه اللي انا هعمله؟ هتخلي الحشيش ببلاش. لا سيبك من الحشيش. هنزل الخمره ببلاش. لا اعمل كفاله اليتيم واعاني البطاله. مفيش حد هيتظهر ضده. معدين كل حاكم ظالم يحكم مصر زي مرسي. ان ما كانش يجيب حق كفاله اليتيم والبطاله. لو انت مبطل انا هعرف اتحكم في عقلك واغسله. لا مبطل ايه؟ بطل ما تشتغلش. بطاله يعني. بطاله. لو انا بديك حقك يعني بديك في الشهر مثلا مرتب 400 جنيه 500 جنيه. لو جيت تتزار اقول لك انا هغسل مرتبك بعد كده. صح. مش هتزار ضدي. انت بتديله يعني. عشان انت بتديله عشان تبقى له دراعه يعني. لا مش له دراعه. المهم ما انا باكلك وشربك. صح. يبقى انت هتزار ضدي. لا طبعا. لو انا ما باكلكش وما بشربكش هتزار ضدي طبعا. لو انا ما بسكرش ولا ببرشم ولا بهيس ولا ببين.